السلام عليكم. زارنا المريض إبراهيم، سيد إبراهيم يوم الخميس. طبعا بالحقيقة هو اجى كان يعاني بألم شديد بالصدر، وهنا باب المستشفى أول ما دخل باب المستشفى بصراحة أو ما دخل المستشفى باب المستشفى وقع، فتلاحقنا له على مود نشوف شنو وضعيته. من الفحص الأولي تبين أنه صار عنده توقف بالقلب بصراحة، سكتة قلبية، فدخلناه للمستشفى وقمنا بالواجب معه، قمنا بالإسعافات الأولية. طبعا هذه واحدة من الحالات الصعبة اللي كنا نواجهها بصراحة، لأنه أعطيناه الصدمة الكهربائية وبعدها قمنا بإنعاش القلب لأكثر من 5 مرات أو 4 مرات تقريبا، قمنا بإعطاء الصدمة الكهربائية يرجع قلبه طبيعي وبعدها من جديد يتوقف قلبه. قمنا بإعطاء العلاج اللازم لله الحمد، بعدها تم إحالته للإنعاش القلب، والحمد لله ونحمد الله ونشكره أنه كادر المستشفى بالذات من الممرضين اللي كانوا معنا يساعدونا كادر متدرب واعي جدا، وهذا اللي ساعدنا باختصار الوقت وساعدنا بإنقاذ المريض. وهذا واحدة من الحالات الصعبة بصراحة اللي شبه ميؤوس من عندها كانت، حتى يعني عائلته من جابوه كانوا ميؤوسين من عنده، لكن لله الحمد تم إنقاذ المريض وإنعاشه وتحويله إلى إنعاش القلب، وعملوا له قسطرة وأعطوه حطوا له شبكة وبالون. واليوم زارنا المريض على مود نسوي له إيكو على مود نشوف وضعيته، ولله الحمد وضعيته أفضل. رتبنا له علاجاته وقدمنا له النصائح واللي أهمها وننصحكم بها دائما الابتعاد عن التدخين، لأنه المريض كان مدخن شره. ولله الحمد اليوم اجانا المريض اول مره شفناه كان واقع بالقاع، اليوم اجانا يمشي على رجليه. نتمنى لكم الصحه والعافيه دائما ان شاء الله. اولا نشكر الدكتور سامال والكادر اللي يعمل معاه، لانه انقذ انسان من الموت، وهو الموت بيد الله. يعني فالعمل اللي كان يعني عمل إنساني وعمل دؤوب، وبالنسبة للمستشفى أيضا كان نفير عام بالنسبة للمريض الموجود داخل المستشفى. فأجريت عملية القسطرة، ومشكور المستشفى على العمل اللي قاموا به في إنقاذ البشر. شكرا. نەخۆشخانەی گەست لایف تەندروستیت بە ئێمە بسپێرە.